في كل أسبوع حكاية جديدة تثيرها وسائل الإعلام لتشغل الرأي العام، قبل أن يكتشف المصريون أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ثم تبدأ حكاية أخرى وهكذا. فلأسابيع طويلة ظل الإعلام يتحدث عن جماعة الأمر بالمعروف التي تخطف غير المحجبات وتقيم الحدود في الشوارع والميادين. الأمر بالمعروف بدأنا تنفيذ الضبطية ب5 مجموعات في السويس. البيان رقم 12: سنجلد أي شاب يسير مع فتاة بالشارع وسنقبض على مخالفي شرع الله. لن يكون هناك سينما ولا مسرح ولا كليبات في المراحل الأولى من تطبيق الشريعة. في بيان منتشر بشكل مرعب على كل المنتديات، أم بيان لما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى الصعيد الاقتصادي ظهرت شائعات عن قناة السويس وإفلاس البلاد، وقطر عايزة تشتري قناة السويس وتاخد حق انتفاع مدته 99 سنة. قناة السويس دي هتتباع. قطر تعرض احتلال قناة السويس بعقد امتياز لمدة 99 عام. عمليات التهييج وصلت إلى مرحلة الإعلان عن استقلال بعض المدن بحسب وسائل الإعلام الممولة من رجال أعمال معروفين شعبيا. القوى الثورية والحركات الشبابية أعلنت عن استقلال مدينة المحلة وجعلها مدينة مستقلة بعيدا عن رئاسة الرئيس مرسي، وأن تكون مدينة مستقلة بذاتها. والآن يقومون بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد في مدينة المحلة. هل صح بيقولوا إنه تم إعلان المحلة مدينة مستقلة؟ بالفعل هذا الخبر خبر صحيح ومعلومة مؤكدة. أما قيادات الإخوان فكان لهم نصيب كبير من الشائعات التي لم تتوقف. الخبر حول ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتنمية الإدارية، هل هذا صحيح؟ كل هذه الأخبار عارية من الصحة، وأنا الحقيقة يعني لما تحدثت مع السيد الرئيس بستغرب كل هذه الإشاعات اللي بتطلع، ما اعرفش الأساس بتاعها إيه. بالنسبة للسيد مالك فله ما له وعليه ما عليه، بس والنبي الله يخليك كفاية العمورة عملوا فينا. ابن سيادتك اللي عايز يستورد الغاز من بره، معاذ اللي عايز يستورد الغاز من بره ويبيعه للدولة، كده عيب وحرام. اللي معايا دي يا شباب مطوة. أنا الحقيقة ما بعرفش شكل المطاوي قوي، بس دي مطوة. المطوة دي جبتها منين؟ أنا ما جبتهاش، أحد زملائنا وجدها بتباع على باب مدينة الإنتاج الإعلاني ب3.5 جنيه. وحتى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادات الجيش ظهرت بشأنهم العديد من الشائعات. في كلام عن إقالة للفريق أول عبد الفتاح السيسي. التصريحات اللي رايحة جاية النهاردة اللي لها علاقة بإقالة الفريق السيسي وحالة من حالات الغضب بنقراها على المواقع الإلكترونية الإخبارية طيبة السمعة زي اليوم السابع والمصري اليوم. إقالة أو قرب إقالة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي. أحد أبرز الشائعات كانت تأجير آثار مصر لدول بعينها في المنطقة. يتم شراء منطقة الأهرامات وأبو الهول بنظام الBOT أو بنظام حق الامتياز. تأجير آثار مصر الأبو الهول والأهرامات إلى الدولة الشقيقة الكبرى قطر. كان في ناس كتير في الفترة اللي فاتت قالت يا جماعة الخبر ده إشاعات والكلام ده ملوش أساس من الصحة، لكن الحقيقة في انفرادات كانت لجريدة الوطن وبتؤكد بأنه هناك فعلا خطاب ذهب من وزارة المالية إلى المجلس الأعلى للآثار لدراسة اقتراح تأجير المشروعات السياحية لشركات عالمية من خلال مزاد علني. الخبراء أبدوا استغرابهم الشديد، ليس من مواصلة وسائل الإعلام ترديد الشائعات، ولكن بسبب تصديق بعض المصريين لها.